بعد ما طابت الحلوه وستفتها على هذا الشكل بالصحه والراحه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ودعموني بشيروا لايك، وشكرا لكم بزاف، وعيد مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. واجيو معايا باش تعرفوا الطريقه ديال الاستعمال وبالصحه والراحه. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى من الله نلقاكم بخير وعلى خير وعواشر مبروكين. الله يدخلهم عليكم بالصحه والسلامه باش تمنيتوا. اليوم غادي نقدم معكم غريبه بالشنجلان والقرقاع اللي حمرته على هذا الشكل وحيدت له ديك القشره ديالو. راه ملي كتحمرو دغيا كتحيد ديك القشره. عندي جوج خمارات حمرين، عندي خماره الفاني، واحد القطيره ديال المزهر الروح، شويه ديال المسكه الحره، 3 المعالق ديال سنيده، معلقه ونص ديال الزبده، معلقه العسل، جوج بيض ديال البيض، وهذا السكر كلاصي فاش غادي نفند الغريبه ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نطحن هذا الجنجلان والقرقاع. الجنجلان اللي حمرته زلافه، تقدروا تنكهوا باي نكهه، ديروا المشماش ديروا. انا فضلت ندير روح ديال الزهر والمسكه الحره تيجي زوين وبالصحه. بعد ما طحنت الجنجلان القرقاع ما تدعقوش بزاف تيولي نايل، خليوه شويه كيتغزز في الفم. دابا غادي ندير الشاصيه ديال الفاني، وغادي ندير شويه ديال القرفه، غير راس المعلقه. غادي ندير قطيره ديال الروح ديال الزهر، هي قطيره باش ما كيجيش مر على هذا الشكل. عندي 2 معالق ديال الزبده، هذا الشكل. ندير معلقه ديال العسل، ندير شويه ديال المسكه الحره، مغاديش نكتر. شكل غندير سنيده 2 معالق، ما نديرهمش كاملين. غادي نخلط هاد المقادير تدخلوا مع بعضياتهم مزيان. تدخل ديك الزبده مزيان بين يديكم. صدقوني تتجي هاد الغريبه بنينه بزاف. اللي ما بغاش الحلاوه بزاف مع غادي نديرها في السكر كلاصي، تقدروا ديروا غير معلقه ونص كافيه. غادي ندير البيض بالبيض، بسم الله. غادي ندير بيض البيض واحد حتى نشوف واش غادي يقدني، عاد نزيد الاخرى. شفتوا؟ غادي نزيد حتى هذه، بسم الله.
نزيد الخمارات. هذه العيد تبارك الله تتجي زوينه وتتخرج. هانتوما كتجي على هذا الشكل، تتجي فيها هاد الكركاع باين. دابا غنرجع معكم بعد ما دابا درت هنايا ما زهر، غادي نغطس فيه يديا. كويرات ديروهم على حسب القدر اللي بغيتو، يا كبار يا صغار. كاين اللي تيعبرهم. انا ندير عيني ميزاني. سكر كلاصي راه مغربلتو. انا تندير الحبيبات كبارين شويه باش تيجيو عاطين العين. كنسكر زوين، داك الممتاز تيجي زوين في الغريبه. الفران مسخن عندي. نرجع معكم بعد ما نكمل البلاطو ديالي كامل اللي تيجي على هذا الشكل. هانتوما من بعد ما وجدتهم على هذا الشكل غادي نديرهم في الفران. غادي نديرهم في الطبقه الفوقانيه، ما ديرهمش من التحت، ديرهم في الطبقه من الفوق حتى يتنفخوا، عاد تهبطوهم من التحت واحد 20 دقيقه 30 دقيقه ما كاملاش. وبالصحه والراحه نرجع معكم ان شاء الله.